عملت لهم النهارده حاجة حلوة قوي قوي. طبعا انتوا عارفين ان المذاكرة بتطلب حاجات حلوة كده، وهم قاعدين بيبقوا طالبين حاجة مسكرة. فما لقيتش غير الحلو الجميل ده من افخم واطيب الحلويات. كمان ممكن تنفع لما يكون عندك ضيوف، هتشرفك او قدام ضيوفك. كمان تنفع للمناسبات في اعياد الميلاد. حلو قوي قوي. متنسوش لايك واشتراك بقى، ولايك ومتابعة على صفحتي على الفيس. ولو أول مرة تشوف قناتي، أنا اسمي سما عمر. نسمي الله ونصلي على الحبيب، وندخل نشوف هنعمله ازاي. أول حاجة معايا هنا 300 جرام من البسكوت. تمام. أي نوع بسكوت، اللي هو السادة بتاع الشاي، أي نوع بتفضليه هتجيبيه. هتجيبي 300 جرام من البسكوت. أهم حاجة ان احنا هنطحنه ناعم جدا. انا عايزاه يبقى ناعم، فانا هطحنه كله بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. عايزاه ناعم بالشكل ده. تمام كده. هجيب كمان 3 معالق من الشوكولاتة البودر او الكاكاو. 3 معالق بالطريقة دي. هنبدأ نخلط الكاكاو او الشوكولاتة مع البسكوت علشان يبقى ياخد اللون البني. ما يبقاش فيه حتت بني وحتت بيضة من البسكوت. تمام. يبقى كله بني. ممكن كمان تطحني الشوكولاتة البودر مع البسكوت، وانت بتطحني البسكوت تحط الشوكولاتة، انطحنوا سوا وايه هيريحك. يبقى احسن من كده كمان. تمام كده. يا ريت كل اللي يشوف الفيديو ده يشيره، علشان يوصل لأكبر عدد ممكن والكل يستفيد. معايا هنا ربع كوباية من السمنة. ممكن تسيحيها وممكن تحطيها زي ما هي كده. طبعا الفترة ديت الجو حر، فكده كده السمنة او الزبدة ما بتبقاش ايه جامدة متماسكة معانا، بتبقى طرية شوية. هخلط كده السمنة مع البسكوت بتاعنا لحد ما بقى عامل زي حبيبات الرمل زي ما انتوا شايفين كده. جبت 3/4 كوباية من الحليب. 3/4 كوباية من الحليب بالطريقة دي. هبدأ أعجن بقى. أنا عايزاه أعجن أكنك ماسكة دقيق كده وبتعجنيه. هنعجن كده الخليط ده كله. أنا عايزاها تبقى حتة متماسكة كده، تبقى تتحول لعجينة بالطريقة دي وبالشكل اللي انتوا شايفينه دي. تحولت معانا لعجينة متماسكة. تمام كده. الوصفة بتاعتنا أو العجينة بتاعتنا بقت جاهزة. معايا هنا قطعة من الشوكولاتة. آه هسيحها، اعملها حمام على حمام مية كده. او ممكن لو تحطيها في الميكروويف هتسيحيها. انا خدت قطعة واحدة لان انا مش عايزاها تبقى بني، انا عايزاها تبقى فاتحة بسيط. لو انت عايزاها غامقة شوية تحط قطعتين من دول. تمام. فردت كده خليط البسكوت بتاعنا بالنشابة، فردته زي ما انتوا شفتوا. جبت هنا كوباية كريم شانتيه، عليها كوباية حليب تكون ساقعة. هبدأ اضربهم لحد ما يتقلوا. ادي الشوكولاتة اللي انا سيحتها على حمام مية، هنحطها برضو وهنخلطهم ونضربهم مع بعض. طبعا الشوكولاتة ديت بردت معانا، سبتها بردت شوية. طبعا مش لازم ما تحطهاش وهي سخنة علشان ما تبوظش ليكي الكريم شانتيه ومش هيتماسك، هيدانه طري. فتسيبيها تهدى شوية وتبرد شوية. هنخلط كده الكريم شانتيه مع الحليب والشوكولاتة. زي ما قلت لكم يا جماعة، لو عايزينها اغمق هتحطوا قطعتين. تمام. لكن انا مش عايزاها غامقة، انا عايزاها اللون ده. وادي البسكوت بتاعنا بعد ما فردنا. هنحط بقى خليط الكريم. طبعا مش هحطه كله، انا هسيب كده ايه شوية صغيرة منها علشان للتزيين في الاخر، ازوق بيها او ازين بيها الوصفة بتاعتنا الجميلة دي. الطريقة دي فردناها. نبدأ بقى ناخدها رول كده، نلفها. وبعد ما بلفها رشيت عليها جوز الهند الابيض، ده جوز هند. وحطيتها في الفريزر لمدة من ساعة لساعتين لحد ما تماسكت معانا، بقت متماسكة بالشكل ده. بجيب بقى الكريمة اللي انا سبتها، ببدأ ازوقها كده من بره بالطريقة دي. بقطعها بقى ايه زي يبقى انا كده عملت السويس رول بس بالبسكوت. عملنا كده سويس رول بالبسكوت، حلوة جدا لأعياد الميلاد. طبعا في الصيف بنبقى عايزين حاجات حلوة. عندك كده صوص شوكولاتة، كان عندي صوص شوكولاتة، قلت ايه ازينها برضو من على الوش كده تبقى تديك المنظر الجميل ده. ما عندكيش ما فيش اي مشكلة، ممكن تبقى بشرة الشوكولاتة يعني. التزيين ده يرجع لك انت. حلوة جدا جدا وسهلة قوي قوي قوي، وما بتاخدش وقت معاكي، بقت بالشكل الجبار الجميل ده.
كده استاهل بقى منكم كلمة حلوة وتعليق، اللي ما اشتركش يشترك في قناتي، واشوفكم على خير. سلام عليكم.